الكورة زيها زي أي شغلانة بالظبط. لو النفسية مظبوطة ولو انت مش متضايق والدنيا تمام هتعرف تنتج، وهتحس ان انتاجك مختلف بشكل كبير جدا، وهتحس ان انت توب التوب وبتنتج كتير. اما بقى لو انت نفسيتك مش مظبوطة فانت مش هتعرف تنتج، ولو انت عليك ضغوط كبيرة فانت هتحس ان انت بعيد جدا عن مستواك، سواء بقى كنت شغال اي شغلانة. ولكنه ده الشاهد من موضوعنا النهارده، الجانب النفسي في الكوره، واللي هو مهم جدا بالنسبه للاعيب الكوره، لان ببساطه لعيب الكوره زي وزيك وزي وزيها، في الاول وفي الاخر بني ادم، انسان يعني بيحس وعنده نفسيه زينا بالظبط. يعني لو نفسيته متظبطه والفلوس داخله تمام هيحس ان هو توب فورم، وهتحس ان اللعيب ده مستواه في حته تانيه خالص. ولكن ده اللي بيرجعنا للشاهد من حلقتنا النهارده، وهو عنوان الحلقه: الجانب المظلم من الكوره، لماذا الشحات أفضل من زيزو؟ عنوان غريب وفكرة غريبة، ولكن تعال نشوف لماذا الشحات أفضل من زيزو. يلا بينا يلا بينا. يا الله، شوف اللقطة، أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت. أيقنت أني لست أملك مدمعي هذا للتالي. الملخص والمفيد يا سيدي ان خلال الفترة اللي فاتت انا وانت سمعنا كلام كتير جدا، واللي يطلع يقول لك زيزو ده ما يسواش 10 مليون، زيزو ما يسواش مليون، والله لو زيزو معايا مديله 50,000 جنيه. يا راجل انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم عن احسن لاعب في مصر خلال اخر 5 سنين. ولكن برضو تعال نشوف السؤال بتاع حلقتنا النهاردة: لماذا الشحات أفضل من زيزو؟ تعال نحكي وندردش مع بعض يا سيدي. السنة اللي قبل اللي فاتت كان الشحات محطوط في نفس الموقف اللي محطوط فيه زيزو دلوقتي بالظبط. الشحات كان مضغوط جدا مع النادي الأهلي، وكمان ما كانش بيلعب أساسي. في بداية موسم 2023 ومع بداية تولي كولر المهمة كنت بتلاقي كولر بيلعب بمحمد شريف جناح، بيلعب بحسام حسن جناح، بيلعب بشادي حسين جناح، أسامي كتيرة، وموجود بالظبط حسين الشحات معاه على الدكة. ولكن في الحقيقة كان كولر بيستخدم اللعيبة دي، وكان شايف ان الشحات بعيد جدا، والشحات خلاص كان داخل على نهاية عقده مع النادي الأهلي وعلى فترة التجديد. وانت بتتكلم عن حسين الشحات من سنتين، يعني بتتكلم في لعيب عنده 30 سنة. فايه المحطة اللي ممكن ياخدها الشحات بعد النادي الأهلي؟ هل فاركو؟ هل دجلة؟ هل الزمالك؟ هل بيراميدز؟ هل هيطلع الخليج يلم قرشين، ولا يكمل في الاهلي ويلعب كاس عالم وياخد بطولات؟ كان سؤال الشحات اتحط قدامه، فيقرر الشحات انه يطلع نار من بقه حرفيا، وبيبقى هداف الفرقه وبيبقى الاعلى مساهمات. الشاهد يا سيدي من الحدوته دي ان زيزو في نفس الموقف حاليا، لعيب عنده 28 سنه، ولكن في الفترة بتاعت تجديد تعاقده مع نادي الزمالك بتحس ان زيزو مستواه بعيد جدا، مضغوط وبياخد قرارات انفعالية، قرارات ملهاش اي مبرر. يعني مثلا خلال لقاء الزمالك وبيراميدز هتلاقي ان احد المشجعين بيقول لزيزو: روح الاهلي يا زيزو، علشان يرد زيزو ويقول له: حاضر بعد الماتش هروح. قرارات باينه جدا ان زيزو متوتر، قرارات تبين ان زيزو بدأ ياخد قرارات عشوائيه. فمن هنا تحس ان زيزو ما بيتحملش الضغوط. زيزو اللي في الموسم اللي فات خلال سنه كامله، سنه 2024، مسجل 8 اجوال، وانت بتتكلم عن العنصر الافضل داخل نادي الزمالك. العنصر الافضل داخل نادي الزمالك خلال سنه كامله مسجل 8 اجوال. فانت بتتكلم هنا عن ارقام بدات تقل، بتتكلم هنا عن توتر وقرارات عشوائيه، وبتتكلم عن الشحات ان كان بدا يتطور، وان الشحات بدا يطلع نار من بقه. ومن هنا نستنتج ان الكوره الجانب النفسي فيها مهم جدا، زيه زي الجانب التقني والتكتيكي والبدني. اصل هم 4 جوانب، لو الجانب النفسي متظبط فال3 جوانب التانيين هتبقى الدنيا فل وتمام التمام، وهتحس ان انت بتنتج بشكل كبير جدا. ولكن هنا انا ما قلتلكش ان الشحات افضل من زيزو فنيا، ولكن انا بقولك ان الشحات افضل من زيزو نفسيا. فبالتالي في نفس الضغوطات اللي اتحط فيها زيزو هو انتج بشكل اكبر من اللي انتجه زيزو. ده كان تحليل بسيط جدا للفترة اللي فاتت في حياة زيزو والفترة اللي فاتت في حياة حسين الشحات. نتمنى نكون وصلنا المعلومة اللي احنا عايزين نوصلها، وهو ان الجانب النفسي مهم في حياة اي بني ادم. اشوف وشكم في فيديو جديد. سلام.